سنة 2005 في مصر نسبة البطالة كانت بتقرب على 20%، اغلبهم من الشباب اللي كان لسه متخرج وما لقاش اي كرسي في اي مصلحة حكومية ولا كوباية شاي في اي وزارة. كانت أزمة البطالة بتهدد الأمن القومي، عشان البطالة معناها ان انت مش لاقي فلوس، فبالتالي هتسرق، هتقتل، هتنهب، هتشرب مخدرات، هتعمل اي حاجة ممكن تنسيك ان انت ما بتقبضش 213 جنيه زي صاحبك اللي متوظف في وزارة الري. الحقيقة ان الحكومة وقتها كانت عاجزة عن حل المشكلة تماما ومش عارفة هتعمل ايه، لحد ما جه المنقذ، هو اللي قدر ينتشل الجميع من قاع البطاله ويوصلنا لقمه السرسجه. جاء من زمر ودمر وشمر ونزل الترع، صاحب الثلاث عجلات الاشهر في التاريخ التوك توك. بس هو ما اهتمش بكل الكلام اللي اتقال جنبه ده وكمل في طريقه. هتلاقيه على الدائري، على الاوتوستراد، على المحور، على الساحلي، على الاوسط، هتلاقيه على الاسفلت، على اي تراب، على اي شارع ضيق. ملوك السلكان. سواق التوك توك لازم يكون مزيج ما بين المهاره والفهلوه، رغم ان التوك توك حجمه قد كاوتش التريلا الا انه بيصارع التريلات والعمالقه وبيخش معاهم كمان في سباقات. اي نعم السباق بتكون نهايته شقلباص في اقرب ترعه، بس مش مهم، المهم نخش السباق واحنا مش هاممنا. انا مش هتحمل على التوك توك كتير واقول ان هو حاجه وحشه، لان التوك توك وقتها انقذنا وقدر ان هو يقضي على جزء كبير من البطاله. فالحكومه سنه 2007 قالت والله عاش، جات لنا من السما، رخصوا بقى التكاتك دي وخليهم يعيشوا وسطنا زي اخواتنا الصغيرين. ومن هنا كانت بدايه الغزو التوك توك الحقيقي للارض المعموره. اصبحت كل مدينه، قريه، شارع، شبر، متر، تنتوفه فيهم توك توك. طبعا وقتها سكان القرى راحوا جريوا عليه، سكان القرى اللي مش متوفر لهم اي وسيله نقل داخليه، لان التاكسي ما كانش متوفر الا في المدن وفي بعض المدن كمان. فسكان القرى والحارات والزخانيق حبوا التكاتك جدا، اللي هو اخيرا بقى عندنا حاجه توديني لاخر الشارع. وطبعا كقرى فمعظم الناس ما كانتش بتروح ترخص التكاتك اساسا، لان برضو زي ما احنا عارفين تواجد المرور في القرى ضعيف. بس دي ما كانتش المشكله الاساسيه. المشكله الاساسيه ان التوك توك بقى شغله من لا شغله له، واصبح التوك توك مرتع المستبيحين والمبرشمين والخارجين عن القانون الا من رحم ربي. اصل مع بدايه ظهور التوك توك وسنه 2007 تحديدا، اللي كان عايز يشتغل من غير رخص ولا ورق ولا تحليل مخدرات كان بيجيب توك توك ويبدا عليه شقلبه. وطبعا لو اديت لمجرم او سرسجي وسيله نقل تحت ايده هيبدا يشغلها بدماغه، ينقل بيها مخدرات، يخطف بيها ستات، يثبت بيها شنبات، تبقى نايم في امان الله عادي جدا تلاقي ازاز بلكونتك بيترج فتعتقد ان في انفجار نووي او فيضان او بركان، فتجري وتبص من الشباك تلاقي حته بتاع سودا كده هي اللي عامله القلبان ده كله. ده بداوا كمان يركبوا كلاكسات التريلات في التوك توك. مع زياده نسبه الحوادث والجرائم اللي سببها الاساس التوك توك، بدات الدوله تاخد بالها ان هي بتدمر الشارع المصري بهذه الخنفسه ذات الثلاث عجلات. وهنا بدات قوانين كتير تتحط عشان نحد من وجود التكاتك داخل الشارع المصري. وكان واحد من القوانين دي هو ايقاف استيراد التكاتك سنه 2014. بس بيني وبينك القرار ما طولش، وبعدها سمحوا باستيراد قطع التكاتك وتجميعها جوه مصر، اللي هو ما تستوردوش صحيح بس هنجيبه حته حته، وهو بالمره نوفر فرص عمل لناس يقدروا يشتغلوا في تجميع التكاتك دي. بس سنه 2017 الوضع اتغير، بدات عمليه استبدال التكاتك بعربيات تمنايه او تنايه كما يطلق عليها اهلنا في اسكندريه. كده الاسكندرانيه بقى عندهم حاجتين، تنايه ومشروع. بس بصراحه استبدال التوك توك بالتنايه او الميني فان ما كانش حل، لان في فئه كبيره من الناس اللي شغاله على توك توك ما كانش معاهم بطاقه اصلا، اللي هو يا عم سيبني لسماعتي وتوك توكي عشان المشمع مقطوع والهواء بيصفر في ودني وقرفان، بلا تنايه ولا سبعايه. التوك توك على قد ما بيحل مشاكل النقل الداخلي للمناطق المنعزله والزحمه، الا ان في عدد من سواقين التوك توك السيطره على سلوكهم حاجه مهمه بالنسبه لي. انت كده كده مستحيل تقدر تمنع التوك توك، بس ممكن جدا تقدر تسيطر على الفئه ديت من سواقين التكاتك. والصراحه الدوله بدات تعمل اللي عليها، بدات تعمل تحاليل مخدرات للسواقين وحملات لجمع التكاتك الغير مرخصه. وكمان في حاجه مهمه جدا عملتها وهي منع التوك توك من الطلوع للطرق السريعه، وفي مدن تم منع دخول التوك توك ليها زي حدائق الاهرام كده والكومباوندات وطبعا الشيخ زايد لانهم اوروبيين. بس انا من وجهه نظري ان منع التوك توك هو مش حل، ولكن تحجيمه هو الحل، لان زي ما احنا اتكلمنا ان الحاجات اللي بتحصل او الجرائم او الحوادث بتكون من فئه معينه ومش الكل، وان التوك توك كده كده ليه فوائد. انا بقى مش هطول عليكم عشان محمود سفايه اخويا وحبيبي سواق التوك توك جه وانا طالع اركب معاه.